يعني سايتاما في ون بانش مان وسانج جين وو في سولو ليفلنج، الاثنين عملوا نفس التمرينه دي عشان يوصلوا للشكل ده. 100 عدة ضغط، 100 عدة بطن، 100 عدة سكواتس، بعديها تجري 10 كيلو. هل هي دي الخلطه السحريه عشان تعمل الفورمه؟ جاي النهارده بقى ادعبس ورا الروتين ده واقول لك بقى ايه من الاخر كده انت هتقدر تعمله وازاي تطبقه على نفسك وهو ينفع ولا لا اصلا. اول حاجه نبدا بال 100 عدة بطن كرانشز. يعني الحوار ده غلط جدا يا جماعه على اللمبر سباين بتاعك اللي هو يعني فقرات ظهرك من الاخر. انت تعمل 100 عدة كرانشز بس يوم واحد وتغير كل يوم في نوع التمرين يعني، او في ال 100 عدة دول تغير التمارين بقى. يعني مثلا تمرينه واحد تعمل 15، تمرينه 2 تعمل 15، تمرينه 3 تعمل 20 كده يعني. دي ال 100 عدة ضغط بقى انا عندي مشكلتين معاها، مشكله صغيره ومشكله كبيره. الصغيره اول حاجه الاوفر يوز، ان انت تستعمل مفصل بنفس الطريقه كتير على ايام كتير ورا بعض، غلط جدا. ممكن لو هنطلع ده بره الحسبان الضغط بالنسبه لك هتبقى سهله جدا. النصيحه اللي هديها لك برده نفس الكلام، غير فاريشن الضغط بتاعك، استعمل حاجات اصعب، اقف على ايدك والعب ضغط، العب ضغط بايد واحده، اعمل دايموندز، اعمل يعني غير الفاريشن اهم حاجه. تالت حاجه ومش هحرق فيها كلام كتير، 100 عدة سكواتس دي يا جماعه هبل وسهله قوي، واجيب اختي الصغيره تسخن بيها. حاجه الجري على 10 كيلو دي يا جماعه مستحيله، مستحيل حد لسه بادئ تمرين او في الاول او حتى يعني نص نص هيعملها اصلا. ولو انت بتجري كتير عادي والموضوع بالنسبه لك سهل، كل يوم 10 كيلو انت هتصف في الاخر. ولو انت عايز تطبق الحوار ده هتقلل كميه الجري وتخليه على فترات. طبعا الكيلوهات اللي هتجريها دي هتبقى اقل حسب الليفل بتاعك. لو انت الليفل بتاعك يا عم جامد قوي خليها نفس الليفل او علي كمان براحتك، ولكن ما تجريش كل يوم.